الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مليون مليون مبروك لجمهور مصر، أهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي اسكندراني شرقاوي من أسوان لإسكندرية، ومليون مبروك للجمهور العربي عاشق النادي الأهلي من المحيط إلى الخليج. الحقيقة النهاردة النادي الأهلي أثبت إن هو الأسد الإفريقي. البطولة ال11 يا جماعة، على الرغم من الضغط الجماهيري الكبير جدا، كانت تعتبر معركة كروية والدخان داخل الملعب وانعدام الرؤية والأداء الضعيف أو الهزيل جدا من حكم اللقاء، ولكن النادي الأهلي أثبت بجدارة إن هو النادي الأهلي بطل إفريقيا يا جماعة. مليون مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن بيبو محمود الخطيب، الجهاز الفني بقيادة مستر كولر. مليون مبروك لجميع لاعبي النادي الاهلي، سواء على كرسي البدلاء ابتداء من مصطفى شوبير وجميع اللاعبين. النهارده النادي الاهلي وخصوصا في الشوط الثاني اثبت ان هو بطل افريقيا يا جماعه. مليون مبروك للاهلي والنادي والمصر كلها. ايه الحلاوه دي؟ الحقيقه فعلا النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله هيسعدنا ويجيب البطوله ال11 على الرغم من الضغوطات اللي تعرض لها في الدار البيضاء سواء من التحكيم او الجمهور، ولكن النادي الاهلي فعلا هو فرحه مصر. مليون مليون مبروك للنادي الاهلي. الحقيقه فعلا فرحه كبيره جدا. النادي الاهلي اثبت ان هو بطل افريقيا، هو نادي القرن، البطوله رقم 11. مليون مليون مبروك من اسكندريه لاسوان ومن المحيط الى الخليج عشاق الفانلة الحمراء. أعزائي المشاهدين، نلتقي في لقاءات أخرى بعد عودة النادي الأهلي بالكأس إلى أرض الوطن. مليون 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 مبروك لجمهور النادي الأهلي. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقي في فرحات أخرى للكرة المصرية من النادي الأهلي. نادي الأهلي نادي البسمة المصرية وجمهور النادي الأهلي. مليون مليون مبروك. أعزائي المشاهدين، سعدت بصحبتكم، وإلى أن نلتقي في أفراح أخرى وكؤوس أخرى للكرة المصرية والنادي الأهلي. أترككم في رعاية الله. كان معكم المعلق الرياضي مشهور رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.